سجلات الرحلات. ماذا قلت؟ هذا ممنوع بتاتا. ولماذا تقول ذلك؟ هل أنت حاسد؟ هل تريد بعضا منه؟ ماذا؟ سيدي هارين، ها هو سيدك الذي طالما انتظرتيه. ماذا؟ ويضع السيف على عنقه. سيدي، فتاة تريد كتبا؟ اي جيدونغ، أعطيني ذلك السيف مرة أخرى. لا يا سيدي. السلام، تحياتي وأشواقي يا الأصدقاء الأساطير، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا بكم في الحلقة الثانية من حكاية دانبان الصاقل السمين. فإن لم تشاهدوا الحلقة الأولى ستكون هذه الحلقة مدمجة مع الحلقة الأولى. لدعم السلسلة لنوصل هذا المقطع إلى 2000 لايك، ونشترك بالقناة ونشارك الحكاية مع أصدقائنا. هيا بنا نحضر المأكل والمشرب ونصلي على المصطفى، وبعدها نبدأ بسرد أحداث حكايتنا الأسطورية. تخيل أن تموت مكسورا ثم تستيقظ في جسد أقوى شخص في عائلتك، تملك ذكريات المستقبل وقوة لا يستهان بها. الآن كل شيء بين يديك، إما أن تنقذ من تحب أو تسقط معهم مجددا. يا هلا والله بالأساطير بحكاية أسطورية جديدة. لنضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وهيا بنا نبدأ في سرد أحداث حكايتنا الأسطورية. إذ تبدأ الحكاية في ليلة كئيبة تحت أضواء القمر، حيث أصوات الغربان المتعالية وصراخات الناس أنقذوا، ولكن يتم إسكاتهم. وبطلنا يقول في نفسه: كان حارسا شخصيا من الدرجة الأولى لعائلة دان. صباح هذا اليوم ما زلت أتذكر بوضوح كيف كان يتباهى بابنه بحماس. لقد ضحك بصوت عال وقال أن بكاء ابنه كان عاليا وقويا لدرجة أنه يصلح ليكون زعيما في عالم فنون القتال. أيها الأوغاد، يتم إسقاط الناس بشدة، لكن هذا الطفل لن يتذكر وجه والده. ونرى بأن هناك رؤوسا تقطع ومقاتلون ملثمين يقضون عليهم بشراسة. أخي، لكن يتم إيقاف هذا الشاب من قبل رجل عجوز، إذ يقول: لا سيدي القائد، إذا تقدمت الآن فلن تلقى سوى موتا حقيرا. لكن أخي جانغس يونغ سانغ أيضا وعائلة دان أيضا يتم تقطيعهم بلا أي رحمة. لا تتركوا فأرا واحدا من عائلة دان، اقتلوهم جميعا. وسيدي دان ميونغ شول، فليفلت واحد على الأقل، لا تدعوا سلالتنا تنتهي. الجميع تبا يلاحظ ما يحدث أمامه من قتل لوالده والآخرين من قبل القتل المأجورين. هؤلاء مرتزقة شرسون، لعنة جماعة اللهب الأسود في نصف يوم فقط. لما؟ وفتاة تتعرض للقتل أيضا من قبلهم. إذا كنا لن نخرج أحياء على أي حال، هؤلاء الذين يجب أن يمزقوا إربا. لا يستطيع العجوز السيطرة عليه فينطلق بسرعة كبيرة. آسف سيد القائد، جونغ هونغ مون سألقاك في العالم الآخر أيها العجوز. وبينما كانوا يقضون عليهم يركض وأنفاسه تضيق شيئا فشيئا. أيها الأوغاد من جماعة اللهب الأسود، ينتبه إليه أحد القتلة فيعود إليه: يا لك من حقير تستعجل حتفك. فينزل عليه ببلطته الطويلة الكبيرة، لكن يستطيع الشاب أن يراوغ ضربته ويكسر يده. وبينما كان يصرخ الرجل يمسك ببلطته ويقوم بقتله ببلطته الخاصة. ما هذا؟ سوي، لقد تم القضاء على سوي. الغربان المتعطشة للدماء كانت شاهدة على هذه المجزرة. من الحقير الذي فعل هذا؟ فيصر على أسنانه ويقول: أنا الحقير الذي قضيت عليه. كيف هذا؟ يصدم الزعيم، وكذلك الأب من قدرته. لا تفقدوا أعصابكم. يتنهد ويقول في نفسه: لقد أخفيت جيدا أنني سرقت وتعلمت فنون القتال السرية لعائلة دان، ولكن الآن ونحن على وشك الموت ما الفائدة؟ فيقوم بضربهم بقوة كبيرة دون أي رحمة. موتوا أيها الأوغاد. هذا الوغد من أين له هذه الحيل السخيفة؟ ها هو يضربهم ببلطته ويحاولون الهرب منه. ماذا تقول؟ أتقول بأنني أحمق؟ تعال إلى هنا بطيء. فيقوم بغرس بلطته ويكسر سيفه حرفيا، وبعدها يقتله. اضربوا هذا الوغد أولا، اضربوه. نعم، تعالوا إلي. يشتعل غضبا بنية قتل مرعبة وهالة قوية، والدماء الساخنة التي على بلطته لم تكن كافية لإشباع شره البلطة. سأسحب واحدا إضافيا إلى الجحيم معي. فيتقدم
ويتقدم الآخرون ليهجموا عليه مرة واحدة. أيها المتغطرس، مجرد عامل حقير ولكنه متغطرس. يهجم عليه بكل قوته لكنه يهجم عليهم أيضا. من المتغطرس هنا؟ ويقوم بقطعه. لا لا، ساقي ساقي. بقية المرتزقة يرون قوة الشاب فيتراجعون قليلا. لما تتراجعون؟ حاولوا الهجوم مرة أخرى. ويبدو بأن المقاتلين يرتعشون حرفيا من هذا الوحش الذي قد ظهر أمامهم فجأة. هل خفتم من مجرد حقير مثلي؟ هيا هاجموا أيها الذين هم أحقر من البهائم. سأقتلكم جميعا. لكن فجأة يتم إدخال سيف طويل إلى قلبه من الخلف، ويتبين بأنه شخص قوي ذو شعر فضي. الخادم جيد ما فيه الكفاية، لكن يجب على الكلب أن يتصرف كالكلب. أليس من الخطأ أن يتجاوز سيده؟ هذا من الذي غرس هذا السيف في قلبي؟ وقبل أن يراه يسقط على الأرض. ماذا تفعلون بحق خالق السماء؟ هؤلاء الأغبياء يجبرونني دائما على تلطيخ يدي بالدماء. آسفون يا سيدي الشاب النبيل، تستحقون الموت. أيها الوغد المكروه من السماء والأرض. يلتفتون إلى العجوز. ماذا تريدون بحق خالق الجحيم؟ سيدي القائد. ويسقط أخيرا على الأرض. ماذا تريدون لتتسببوا بهذه المذبحة كلها؟ وفي نفس اللحظة يتم الهجوم عليه من المقاتلين المرتزقة ويقضون عليهم جميعا. لماذا تنظرون هكذا؟ ألا يمكنكم التخلص من باقي الحثالة بسرعة؟ أمرك مطاع سيدي القائد، أمرك مطاع. لو كنت من سلالة عائلة دان، لا، حتى لو تمكنت فقط من أن أصبح حارسا شخصيا رسميا للعائلة، لما كنت سأرى موت الناس هكذا بلا حول ولا قوة في هذا المكان اليوم. لو كان الأمر كذلك. يسكت ويخيم الظلام عليه بعد موته، وبعدها بلحظات يسمع صوتا. أوه يا سليل العائلة النبيلة، انتبه جيدا واسمع. الرحلة إلى هذا هو الموت. جهنم السماء وجسد الباردو هي أوهام لا حقيقة لها. ما هذا؟ هل جئت إلى الحياة الآخرة؟ المسارات الستة. أتيه اللانهائي في آلام دورة المسارات الستة. تبا ما هذا؟ إذا لم تستطع تحمل الانتقام بل تتصور سماء سوداء في قلبك. لا أستطيع أن أتحرك. يجب أن تختار مكان ولادتك بحكمة. أيها الراهب لحظة، يا لك من وغد، ماذا تفعل الآن؟ إذا أوقفت الصلوات في المنتصف يجب أن تبدأ من جديد. إذا سقط هذا الوغد في الجحيم أو عالم الحيوانات فهل ستتحمل أنت المسؤولية؟ يا إلهي، ولكن انتظر لحظة يا راهب، يبدو أنني سمعت شيئا. اسمع أيها الراهب. وبعد عطسات بسرعة بسرعة فجأة يفتح عينه. ما هذا؟ يتفاجأ الأب والراهب مما يريانه. لا يمكن. يفتح عينه بعدما كان محنطا. أدري ليش قاعد تحنطوا، يعني ما جاي يفتهم. أنتوا خما مصريين، خما فراعنة. السيد دان وولبين. لا، السيد دان، ما هذا بحق السماء؟ دان وولبين. في الماضي كان هناك مثل هذا الشخص في عائلتنا، عائلة دان. على ما يبدو لقد تجسدت في دان وولبين، قريب عائلة دان حيث كنت أعمل. ما هذا بحق خالق السماء؟ له علاقة بسوغانغ دومانغيونغ الذي قمت بترجمته. هل من الممكن أن يكون هذا هو التناسخ الذي تتحدث عنه البوذية؟ ولكن لم أسمع قط أن التناسخ كان أمرا سيئا كهذا. هذا الرجل العجوز تاي هونغ وي الذي يفحص نبض الآن كان هو الطبيب المنزلي لعائلة دان لفترة طويلة. لا، سأجن حقا. لقد تأكدت بوضوح أن نبضه قد توقف. كيف يمكن أن يحدث شيء كهذا في هذا العالم؟ طبيب عائلة دان تاي هونغ وي. يا أيها الطبيب تاي، تبدو مستاء لأنني استيقظت. لا أيها السيد الشاب، هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ أنا أمزح يا طبيب تاي، أنا متعب، سأستريح قليلا. نعم، سأرسل لك الدواء حالا. لا تدعه يجهد نفسه أبدا. فهمت، اترك الأمر لي. اسم هذا الوغد هو يوكاي دونغ. اذهب بسلام يا طبيب تاي. كان هو الخادم الشخصي للسيد دان وولبين، الابن الرابع لعائلة دان. من الطبيعي أنني في البداية لم أستطع فهم هذا الوضع على الإطلاق. حتى لو قام أحد المتوفين من عائلة دان بإعادة هذا المكان فمن المستحيل أن يعود رأسي الذي قطع إلى مكانه. لكن الأمر أكثر صدمة هو أن يوكاي دونغ كان يناديني دائما بالسيد دان وولبين، اختصارا سوف نسميه دان بن. عندما طلبت مرآة لأرى ما يحدث كدت أن أغمض عيني مرة أخرى عندما رأيت وجهي. جسد سمين يبدو وكأنه أكل كل طعام العالم. هي له من أمر.
بشرة مروعة كأن ضفدعا ساما سيتخذها أخا له. في المرآة كان دان بن السيد الرابع لعائلة دان حيا ويتنفس حقا، على الرغم من أن الجميع كانوا يتكتمون على الأمر، إلا أن الشائعات كانت منتشرة بأن والدته الزوجة الرابعة كانت من العاهدوت، حتى أن صوتي قد أصبح سمينا. لم ألاحظ ذلك حتى قيل أنها ماتت وهي تلد دان والبن. على الرغم من أنه جاء إلى هذا العالم بصعوبة بالغة، إلا أنه كان إنسانا حقيرا جدا. لقد كان فظيعا لدرجة أن كلمة سافل لا تصفه بالكامل. كاي دونغ، يا لك من وقح حقا. دان والبن، لا أنت تخدمني أنا، هذا الوغد المتوحش بكل هذا الولاء. ماذا تقول يا سيدي اليوم؟ على ما يبدو ماذا؟ لا شيء لا شيء. هذا الوغد بالتأكيد. بالطبع لم يكن دان بن بهذا المظهر المروع منذ البداية، لقد كان وسيما جدا عندما كان طفلا. وبعد يردف بطلنا قائلا: هي له من أمر. ماذا يا سيدي؟ بغض النظر عن النساء، حتى الرجال كانوا يلتفتون للنظر إليه. كان وجه دان بن الأصلي جذابا للغاية، وقد لاحظته أنا أيضا. في ذلك الوقت كان بارعا في الدراسة وتدرب بجد على الفنون القتالية، وكان يشيد به كعبقري. المشكلة كانت عندما أصيب بحمى مجهولة السبب في سن 16 أو 17. بعد معاناته في الفراش لمدة تقريبا عام، لم يكن دان بن الذي نهض هو نفسه سيد دان السابق. أصبحت عيناه باهتتان وفقد ذكاءه منذ زمن بعيد، وتراكمت الدهون في جسده الذي لم يتحرك سوى ليأكل. ربما كانت آثارا جانبية للمرض، فقد أصبح جلده داكنا وممتلئا بالنتوءات ومترهلا كالمصاب بالجذري الشديد. بعد ذلك استمرت حياة دان وول بن بالتدهور. لم يتمكن من إتقان حتى فن قتالي عائلي واحد بسبب ضعف جسده، وأصبح مزاجه عنيفا مثل مظهره، وبدأ يتردد على بيوت الدعارة ليل نهار كأنها بيته. علاوة على ذلك أهدر ثروة العائلة في صالة قمار سرية في نزل، وفي النهاية لقد سرق سيف سحق الشياطين وهو إرث عائلي ورهن به، ثم أهدر المال أيضا. على الرغم من أن دان وول بن كان متعجرفا للغاية، إلا أنه كان يخشى دان ميونغ تشول زعيم العائلة وإخوته بشدة، لذلك توسل إلى صاحب صالة القمار ليغير الرهن ويعيد له سحق الشياطين السيف الذي رهن به، ولكنهم ضربوه بعصا وعاد إلى المنزل خاوي الوفاض. في مساء ذلك اليوم دان وول بن شنق نفسه على عارضة السرير. كان حقا مثالا للإنسان الأحمق والضعيف. سيدي، هل تشعر بتحسن يا سيدي؟ لا أشعر بتحسن. يبدو أن بعض أضلاعي مكسورة، ربما بسبب الضرب الذي تلقيته من عصابة القمار. ما أدري ليش جتني الضحكة، بس يا شكلي ضحك والله. يعني فوق ما أنه سمين وقبيح وهم يخسر فلوس وعار يعني. كاي دونغ. نعم سيدي. هل يوجد شخص اسمه جو هونغ مون في قصر التنين السماوي؟ عمره أكبر منا ب5 أو 6 سنوات. جو هونغ مون؟ لم أسمع به قط يا سيدي. هل أنت متأكد أنك لا تعرفه؟ يا سيدي، أنت تعرف جيدا. لا أفوت طبق الأرز. ماذا؟ إنني لا أفوت أي شيء يحدث في عائلة دان، هذا ما قصدته. لا أعرف على الإطلاق. مرة أخرى. على أي حال لم أسمع عن مثل هذا الوغد. هل قلت وغد للتو؟ يا إلهي، هل تعرفه يا سيدي؟ لا، ليس كذلك. في السابق طلب مني أحد أن أبحث عنه. من؟ ليس عليك أن تعرف. كان راهبا مبتدئا في معبد التنين السماوي. راهب مبتدئ يعني أنه يتيم أو فقد والديه في سن مبكرة. هل كنت تقاطعني هكذا دائما؟ لا، لسبب ما. لم يكن جو هونغ مون أنا من الماضي موجودا هنا، وكأنني لم أكن موجودا أبدا. يقبض عليه بقوة. سيدي الشاب، أنفاسي. ماذا عن أنفاسك؟ ضعف الولد راح يموت بعد شوية. وفجأة يسمعون صوت فتاة من الخارج. سيدي الشاب، أنا الخادمة أوك هون. لقد طلب السيد الرئيس مقابلتك فورا في مكتبه إذا كنت بخير. السيد الرئيس؟ يا وجع الرأس.
كما قالها شيكامارو في ناروتو. أخيرا الولد قدر يتنفس، همزينة جت البنية ولا كان راح يموت خطية. أخيرا تركتني يا سيدي. الحمد لله. سيدي الشاب، ماذا ستفعل إذا مت اختناقا؟ بما أن شخصا مات ثم عاد للحياة، فمن المؤكد أن داخل العائلة قد انقلب رأسا على عقب الآن. حسنا، لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك. إذا فلنذهب. وها هم يخرجون لأول مرة من هذا القصر ويذهبون إلى مكتب رئيس عائلة دان، تاي ساون. أيها الطبيب تاي، هل أصابك الخرف أم ماذا؟ هذا ليس فعل شبح. كيف يمكن لولد مات أن يعود للحياة؟ هذا الشخص هو رئيس عائلة دان ميونغ تشول. هل تعتقد أن هذا منطقي؟ كيف فحصت نبضه حتى كدت أن تقتل طفلا سليما؟ آسف يا سيدي الرئيس، هذه أول مرة يحدث لي شيء كهذا. أنا أيضا أشعر باليأس الشديد، ولكن صدقني حقا كان السيد الشاب في ذلك الوقت قد توقف نبضه وتنفسه تماما. وفجأة يقاطعهم صوت بطلنا الجميل جدا دان بن. سيد الرئيس، جئت لأنك طلبتني. ادخل. وها هو ذا بطلنا السمين يدخل إليها، فيقدم الطبيب احتراماته رغما عنه. يتفاجأ بوجوده هنا وبعدها يغادر، فيلتفت إليه ويقول في نفسه: يبدو أن الأمر قد دمر تماما. يا بني، استجبت لنداء والدك لتموت. ماذا؟ مت. كان يجب أن تموت تماما. لماذا زحفت خارج التابوت بحق خالق الجحيم؟ أوه. هذا أبوك من تموت وترجع من الموت. ويكمل صارخا: ألا يكفيك أنك عار على العائلة طوال حياتك؟ هل عدت الآن من القبر لتفزع الناس؟ فيلتفت بطلنا من العار دون أن يعرف ماذا يقول. بالنظر إلى ما فعلته حتى الآن، لا يوجد شيء يستحق النظر إليه في المستقبل، فقط مت. فيقول في نفسه: مهما كان إنه من عائلتنا، ليس هذا قاسيا بعض الشيء. هذا الأب الوحيد اللي يحق لك مات برا عادي. موت موت موت، فقط ابقى ميتا. لماذا رجعت من الموت؟ لا يمكن، لا يمكن. ألم تمت حقا؟ لا يمكن. ماذا قلت؟ ماذا قلت للتو؟ قلت لا يمكن يا أبي. ويقدم احتراماته. لم يحن الوقت بعد ذلك، ولهذا السبب جئت من الجحيم. ما الذي لا يمكنك أن تفعله؟ أنا ابنك كنت جاهلا، ولطالما سببت لك القلق. لقد سمعت ذلك مرات عديدة، فإذا كنت ستعتذر وتخفض رأسك مرة أخرى فتوقف عن ذلك. لا، ليس الأمر كذلك يا أبي. لقد أدركت بعمق وأنا على شفير الموت هذه المرة خلال فترة فقدان للوعي. يبدو أن الأجداد قد نزلوا ومنحوني الحكمة. ماذا تقول؟ من تطلب من أبوك فلوس، بس هو ما راضي ينطي. لقد قالوا لي أن ابن عائلة دان العظيمة يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله. هل تطلب مني أن أصدق هذا الهراء؟ أنا لا أتوسل إليك يا أبي لتصدقني. أنا فقط أقدم وعدا بأنني سأتغير تماما من الآن فصاعدا. وماذا ستفعل بالضبط؟ لابد أنك تلقيت التقرير بالفعل. سيف سحق الشياطين الذي فقدته سأستعيده. فتفاجأ الأب فجأة عمره ويتساءل ما إذا كان هذا ابنه حقا أم شبح ما قد سيطر على نفسه. وعلى فكرة لا تنسون تشوفون حكاية قاتل الأكياس اللي هي راح أنزلها قبل هذا الفيديو، فروحوا شوفوا. بصراحة لا أعلم كيف التعامل مع سيف الشيطان الحربي في حياتي السابقة. هل استعادوه بالمال أم تركوه خجلا؟ أو هل دمرت ساحة المعركة وأحضرته؟ ولكن بما أن وفاة دان بن مرتبطة بذلك، حكمي هو أن بداية حياة جديدة تكمن في حل المشكلة، وإلا ستبقى هذه الحادثة عائقا لي إلى الأبد. أيها اللعين، هل تنوي هذه المرة أيضا التهرب من المسؤولية كالعادة؟ قطعا لا يا أبي. العدج قد كان فاشل لدرجة أن أبو ما يصدق أي شيء يقوله. لقد قلت بلسانك أنك ستستعيد سيف شيطان الحرب. إذا خالفت كلامك مرة أخرى فلن أرى وجهك طوال حياتي. سأتذكر ذلك جيدا يا أبي يا سيد العائلة. ولكن هل تنوي حل الأمر بإغراقهم بالمال؟ أبدا لا. حسنا، على أي حال اعتبارا من هذه اللحظة سأوقف كل الدعم المالي لك إذا خالفت هذا. سيدي العائلة، أرى أنك قسوت كثيرا. الابنة الصغرى لرئيس تجار جيو كيونغ في سيتشوان، أليس هو الابن الرابع الذي عاد من الموت؟ السيدة نا بينغ بيونغ، الزوجة الشرعية لسيد العائلة دان ميونغ تشول. فيقدم احتراماته للسيدة. أنا دان بن، أتشرف بلقاء والدتي. يا ابن الرابع، ما الذي حدث بحق خالق الجحيم؟ لقد أنقذتنا السماء وأنقذنا الأجداد. يا له من خلاص عظيم، يا له من خلاص عظيم. ما زالت هناك ندبة على رقبتك. أنا آسف حقا لأنني سببت لك القلق يا أمي. مهما كانت الصعوبات لا تفكر في هذا الأمر الرهيب مرة أخرى. كانت نابيونغ تكره دان بن بشكل خاص بين أبنائها ال5، ولكن رؤيتها تتصرف بهذه اللطافة الآن. حقا لم تجلس في هذا المنصب عبثا. عزيزي، سمعت بالصدفة من الخارج أنك توبخ ابننا الرابع كثيرا. لا داعي للقلق. إذا أخطأ فعليه أن ينال
عقابه، ولكن أليس هذا قاسيا جدا على طفل عاد بالكاد من الموت؟ استمع يا دان بن، أنا دان ميونغ تشول بصفتي سيد عائلة دان السادس عشر آمرك باستعادة سيف شيطان الحرب الذي أخذته، وبالطبع لا تفكر في الحصول على مساعدة من العائلة. سأمنحك 15 يوما، سأمتثل لأوامر والدي وسيد العائلة. إذا خالفت أمري أو وضعت قدمك في ساحة القمار مرة أخرى، تذكر أنني سأطردك من عشيرة دان لأعيد الانضباط إلى عائلتنا. ستكون والدتك هنا شاهدة عليك. نعم يا سيد العائلة، فهمت. إذا سأذهب الآن. متى قلت إنني سأكون شاهدة؟ وبعدها يحاول فتح الباب بسرعة. إن ثقل مسؤولية سيد عائلة فنون الدفاع عن النفس ليس هينا أبدا. كنت متوترا جدا لدرجة أنني كدت أنهار، ولكنني أدركت شيئا واحدا، أن البطريرك هو مجرد شخص آخر. إذا كان علي أن أستمر في العيش كدان بن، فمن الضروري توطيد علاقتي بسيد العائلة. لقد أتيت مبكرا يا سيدي الشاب، هل عدت بخير؟ نعم، ولكن لماذا أنت هنا دائما ولا تذهب إلى أي مكان آخر؟ لأنني خادمك يا سيدي الشاب. هكذا إذا. نعم هذا صحيح. يا أخي ليش وجوههم تضحك؟ والله ما أدري، المانهو مو كوميدية، بس تحس أكو بها كوميديا وجوهية. بصراحة لم يسبق لي إن كان لدي خادم، ولم يلتصق بأحد هكذا من قبل، لذا أشعر بغرابة شديدة. على أي حال، لقد جاءت والدة الابن الأكبر إلى المكتب منذ قليل. يبدو أن الخبر قد انتشر في جميع أنحاء المنزل. هذا صحيح، الجميع يتحدثون عن معجزة. هذا طبيعي، لقد عاد الابن الضال الذي لا يبرد غليلي حتى لو سحقته. كيف يجب أن يكون الجميع قد شعروا بخيبة الأمل؟ ماذا تعني بذلك؟ يسكت ثم يقول: أعرف كل شيء حتى لو تظاهرت بالعكس، لدي أيضا حدس. حسنا، نعم يا سيدي الشاب، منذ صباح اليوم ما زلت. لماذا؟ هل أبدو كشخص آخر؟ لا ليس كذلك، ولكن نعم أنا شخص آخر، لأنني ولدت من جديد اعتبارا من اليوم. يتفاجأ الخادم من ذلك. سيدي الشاب، هذا الكلام رائع قليلا. هل تعترف بذلك الآن؟ هل يصبح اعترافا إذا اعترفت أنا؟ بالطبع هذا واضح. كيدونغ، أنت فتى جيد. ويقوم بضربه على رأسه. سيدي، لماذا فعلت ذلك؟ ما فائدة الاعتراف باللسان والجسم يرفض؟ آسف، لقد أصبحت عادة. هذه العادة وقحة جدا. على أي حال يا كيدونغ، سأرتاح قليلا الآن فلتنصرف. حاضر يا سيدي الشاب. لقد أطلقت وعودا كبيرة باستعادة سيف شيطان الحرب، والآن حان وقت تحمل المسؤولية. لدي فكرة مسبقة، ولكن أولا أحتاج إلى فحص حالة جسدي من خلال ممارسة يونغي جوشيك، تقنية تنقية الطاقة. بما أنني ولدت كابن لعائلة فنون قتالية، فلا بد أن أحسم الأمور بالمهارات القتالية في النهاية. يحاول أن يستجمع طاقته، ولكن ما هذا؟ إنه مسدود تماما. الأوعية الدموية في هذا جون مركز الطاقة السفلي لا تتدفق جيدا. إنه ليس انسدادا كاملا للشرايين بالتأكيد. على الرغم من أنني لم أدرس الطب رسميا، إلا أنني رأيت بعض الأمور عندما كنت أترجم الكتب المتعلقة به. هذا بالتأكيد كما توقعت، ويستمر بالصقل، ومن هنا ممكن أن نسميه الصاقل السمين. ايش رايكم بالعنوان؟ ممكن أغيرها بعدين، ما أعرف. طاقة اليانغ، الطاقة الذكورية متجمعة بشكل مفرط حول دان جون مركز الطاقة السفلي. إنه ليس انسدادا كاملا للشرايين، لكنه بالتأكيد هيكل غريب. يجب أن نفحص نبضي عند طبيب مشهور، أو أنها بنية يصعب فهمها ما لم يدركها المرء بنفسه. هل هذا هو السبب في أن دان بين كان يعاني من الحمى المتكرر في الماضي؟ سيدي الشاب الرابع، لقد وصل الطبيب تاي. ادخل. أتشرف بلقاء سيدي الشاب الرابع. أهلا بك، كيف حال جسدك؟ لقد تحسن كثيرا، ولكن يبدو أن وجه الطبيب تاي شاحب جدا، وكأنه قد تعرض لضغط كبير من سيد العائلة. نعم هذا صحيح، يبدو أنني سببت لك الكثير من المتاعب. لا، بل
بل أنا من ارتكب خطأ كبيرا بحق سيد الشاب وسيد العائلة. ليس كذلك؟ ألم تبعثني من الموت هكذا؟ هذا ويقول في نفسه بالطبع لقد زحفت بنفسي من التابوت. على أي حال لقد أصدر سيد العائلة أمرا صعبا، أليس كذلك؟ يتفاجأ من كلامه ما هذا؟ وبعدها يبتسم ويقول هذا صحيح يا طبيب تاي. أولا جسد سيد الشاب الرابع ليس طبيعيا، من الصعب عليك الخروج بمفردك الآن. هذا صحيح. حسنا، لم يكن طبيعيا في الأصل على ما يبدو. إذا حدث ذلك فقد يتورط في أي اضطراب. إنه رجل عجوز لا يفهم المزاح. إذا حدث ذلك فسيكون الأمر كارثة حقيقية. على أي حال لقد مت مرة واحدة، لذا ليس هناك الكثير لأخافه. سأطلب من سيد العائلة مرة واحدة، قدر الإمكان سأطلب إلغاء الأمر أو تأجيله إن أمكن. لا يا طبيب، أشكرك على كلامك يا طبيب، لكنني اتخذت قراري بالفعل. يجب على رجل من عائلة دان أن يتحمل مسؤولية كلمته. يصدم العجوز من تصرفاته الغير متوقعة، وبطلنا دان بين يبتسم فقط. إذا كان هذا هو الحال فلا حيلة لي، سأساعدك قدر استطاعتي. ومع ذلك يجب أن تستمر في تناول جونغ جين تانغ بانتظام كما تفعل الآن. جونغ جين تانغ، وبعدها يأتون له بمشروب جونغ جين تانغ. حسنا، كما تعلم الآن جونغ جين تانغ يرفع طاقة الجسم ويخفض حرارته مما يؤثر على القلب والكلى. لقد تناوله يوميا دون انقطاع منذ أن سقط. إذن هل كان دان بين يتناوله يوميا؟ أصدر العائلة أمرا صعبا، هذا ما قاله. من المؤكد أنه عاد مباشرة بعد تلقي الأوامر من سيد العائلة. الأشخاص الوحيدون الذين يعرفون قصة سيف شيطان الحرب هم سيد العائلة ونا بيونغ حتى الآن. كيف عرف الطبيب تاي بذلك؟ يستغرب الخادم وينظر إليه. سيد الشاب دان، إذا كان الطبيب تاي مرتبطا بنا بيونغ، هذا الجونغ جين تانغ، اللعنة. إذ يقول خادمه يا سيدي هل تأثرت؟ ماذا؟ ما هذا الهراء الذي تقوله؟ ماذا؟ هراء؟ أين تعلمت مثل هذا الكلام يا سيدي؟ هذا ليس من شأنك. إذن ماذا تعني؟ لا، كنت أحدق في مركب كون جين تانغ الذي أرسله إلينا السيد تاي، وكنت جادا فظننت أنك تأثرت. أقول لك يا سيدي لا أحد يفكر في السيد سوى أنا والسيد تاي. ولماذا تقول ذلك؟ هل أنت حاسد؟ هل تريد بعضا منه؟ ماذا؟ سيدي، كيف لي أن آخذ دواء السيد الثمين؟ ولكنه يفاجئه ويعطيه الكوب. هيا تفضل واشربه. ماذا؟ سيدي لا بأس لا بأس، قم بأخذ رشفة واشرب قليلا، لن أخبر أحدا بذلك أعدك. لا يا سيدي، شكرا، أنا لا أحب الأشياء المرة. يا له من فتى مدلل. جيدونغ، هل يمكنك إحضار ملعقة فضية؟ ماذا؟ ملعقة فضية؟ يا سيدي، هل تشك في السيد تاي؟ هل ذكرت عن ذلك الرجل العجوز؟ قلت فقط أنني أريد أن آكله بملعقة عادية. حسنا يا سيدي، سأذهب وأعود به. سيدي، لقد أحضرتها. حسنا، أعطني إياه. وبعدما يأخذ القليل منه بالملعقة الفضية. حسنا، كنت أتوقع ذلك، ولكن لا يوجد أي تغيير في الملعقة الفضية. أترى يا سيدي، لقد كنت قلقا بشكل لا داعي له أبدا. الآن اشرب وعاء كاملا. وفجأة يقرر السيد أن يتخلص من هذه المياه ويسكبها كلها على الأرض. ماذا تفعل يا سيدي؟ أنت تسكبها على الأرض؟ هذه أشياء غنية جدا وغالية. لا أريد أن أشرب اليوم. قلت لك أن تشربه من قبل ولكنك رفضت. تظاهر بأنك لا تعلم شيئا عن هذا الأمر. ماذا؟ وبعدها يقترب منه ويقول إذا عرف السيد تاي فسوف يصاب بخيبة أمل كبيرة. ولكن فهمتني بالتأكيد. نعم يا سيدي. حسنا، ماذا علي أن أفعل الآن؟ يستغرب الخادم مما فعله وهو يراقب
حركة السير في الخارج. وبينما كانوا على هذه الحالة فجأة تقول الخادمة: سيدي، هذه الخادمة أوكيون، لقد جاء ضيف فجأة من مكتب الأمن كوانغ نيونغ ويبحث سيد العائلة عنك. ماذا؟ مكتب الأمن كوانغ نيونغ؟ مكتب الأمن كوانغ نيونغ هو مكتب أمن متوسط الحجم يقوم بأعمال النقل ومقره في مناطق يونان وسيشوان. على الرغم من أنها شركة نقل إلا أنها كانت تتبع طريق الأسر النبيلة. بالطبع لا يمكن مقارنتها بالطوائف التسعة الكبرى أو عائلات فنون القتال، ومع ذلك فقد كانت تتمتع بالثروة والقوة العسكرية، ويمكن القول أنها كانت بمثابة عائلة شبه مرموقة. على حد علمي كان رئيس المكتب دان ليسبيونغ ودان مينغ شول صديقين حميمين في الحرب ضد طائفة اللهب الأسود الشيطانية في الماضي. أرسلوا هم أيضا خبراء داخل المكتب بما فيهم رئيس المكتب نفسه للمساعدة. في الواقع كانت تلك الحرب هي التي جعلت الشخصين اللذين يبدوان غير متوافقين صديقين، ولكن في لحظة ما أصبح الاثنان غرباء وتوقفت اتصالاتهما تماما. السبب غير معروف تماما، ولكن حقيقة قدومهم اليوم تعني، ألا يعني ذلك أن العلاقة لم تتدهور بعد؟ والآن بعد أن فكرت في الأمر، عندما توفي دان وولبين في الماضي قيل أن أول من جاء لتقديم العزاء كانوا من مكتب الأمن كوانغ نيونغ. كيف يمكنك أن تعاملني هكذا بفظاظة؟ لو كنت تفكر بي قليلا لما تصرفت بهذه الوقاحة أبدا. يسمع هذه الأصوات التي لم يفترض به أن يسمعها. هذا الشخص هو دام ليبسيونغ رئيس مكتب الأمن في كوانغ نيونغ، إذ يقول: هذا حق سخيف للغاية، هل تقصد بعائلة عظيمة؟ فيرد الآخر: هل تقول هذا جادا الآن؟ هل ما زالت عائلة دان تظن أنها عائلة دان في أيام مجدها القديمة؟ أرجوك اهدأ قليلا يا سيدي. ماذا؟ هل انتهيت من الكلام الآن؟ ويحاولون إيقافه دون الحدوث بشجار كبير معهم. أبي، ماذا تفعل إذا تصرفت هكذا هنا؟ وهذه هي دام هارين ابنة دام ليبسيونغ. نحن من أخطأنا أولا يا أبي. خطأ؟ عن أي خطأ تتحدثين؟ هذا لقد قدمت فرصة لعلاقة عابرة لأنني أقدرها. إنه لأمر سخيف للغاية أن تغضب هكذا بعناد. أبي. وفجأة يتفاجؤون بحضور أحدهم. ها هو يأتي. هارين، ها هو سيدك الذي طالما انتظرتيه. ماذا؟ يتبادل البطل السمين مع هذه الفتاة النظرات. هل تقولين هذا بعد أن رأيت مظهره؟ ولا يرد بأي كلمة. إن الوعد بين العائلات ثمين مثل الذهب. أنت لم تسمعي عن تصرفاته كلها، لذا تقولين مثل هذا الكلام الطائش. أبي، كيف يمكنك بصفتك رئيس مكتب الأمن كوانغ نيونغ أن تتفوه بمثل هذا الكلام البذيء؟ تغادر الفتاة. هارين. والبطل لا يرد بأي كلمة. أنا حقا أشعر بخيبة أمل كبيرة. هارين اسمعيني. هارين، ليس هذا ما قصدته. أنا قلق بشأن مستقبلك. وبينما يغادر وراء ابنته ينظرون باتجاههم، فيغضب الأب كثيرا. لن أذهب بعيدا. إذا التقينا مرة أخرى لا أستطيع أن أضمن ما سأفعله بك، لذا سيكون من الأفضل لك أن تحرصي على عدم مواجهتي مرة أخرى. ما هذا؟ يبصق الوالد من غضبه، وبعدها يقترب الناس منه. ماذا؟ يغضب غضبا شديدا فيخاف الجميع منه. ما الذي تنظرون إليه أيها الجميع؟ ألا يمكنكم العودة إلى أماكنكم فورا؟ هيا انصرفوا من هنا. وهكذا يهربون بعيدا. هذا حقا ما الذي يحدث؟ يقولون: إذا لماذا يقوم ابن عائلة دان العظيمة بمثل هذه الحماقة؟ آسف على إثارة قلقكم. وبعدها يقول ابن دان سابين الابن الأكبر لعائلة دان: بصراحة إذا كنت معجبا فانظر إلى نفسك. أن تستقبل فتاة مثل دان هارين بهذا المظهر هذا كثير بعد شيء. ألا تظن أنك بلا ضمير إلى حد كبير؟ لقد رأيت المرأة بما فيه الكفاية أيها الأحمق. وبعدها يردف ويقول: لا أعلم يا أخي، حسنا لم يكن قراري. هل هذا الفتى يرد علي؟ فيقول في سره: أتذكر على الرغم من أنني لم أحظى بفرصة رؤيته كثيرا في الماضي، كانت شخصية دان سابين قذرة للغاية. وبعدها يردف: لا يا أخي، كلامك صحيح يا أخي. حسنا. بصراحة رئيس مكتب الأمن كوانغ نيونغ تجاوز حدوده أيضا. مهما كرهتك ماذا يمكننا أن نقول؟ هل يعقل أن تطلب استبدال العروس بالابن الثاني وكأن الزواج مجرد لعبة أطفال؟ هكذا إذا كان دان وولبين مخطوبا بدام هارين من مكتب الأمن كوانغ نيونغ، وجاء رئيس المكتب ليطلب استبدال العريس
بهذا الشاب. بالنظر إلى تصرفات دان وولبين المشينة في الماضي فإن هذا أمر مفهوم تماما. على أي حال، بما أن دان وولبين كان شريرا بطبيعته فإن قرار رئيس مكتب الأمن كوانغ نيونغ كان صائبا تماما. علاوة على ذلك ماذا؟ علاوة على ذلك ليس أنا بل الثاني. أنا لا أهتم، انسى الأمر. هذا هو الأمر إذن. لقد أصابه الجنون بجمال دامهارين. الأمر الأكثر إزعاجا وأن رئيس مكتب الأمن كوانغ نيونغ اختار الابن الثاني ليكون صهره البديل بدلا منه. فيقول: على أي حال كم سيكون مخزيا لو انتشر هذا الأمر في الخارج، أليس كذلك؟ نعم يا أخي. سأقوم بإسكات الخدم والأطفال، فلا تقلق بشأن أي شيء. نعم يا أخي، بالطبع لم أقلق أبدا. وأنت أيضا التزم الصمت التام، لا تتفوه بأي هراء في أي مكان. وهل سأفعل ذلك؟ أنا بصراحة أكثر ما أخشاه أنك قد تشرب وتتحدث بغير وعي في مكان ما. لنفعل ذلك ليس بعد الآن. حسنا، ليس وكأنك قلت هذا مرتين أو مرة واحدة. على أي حال أنا أوصيك بشدة بهذا، فهمت؟ حسنا. يا له من شخص بغيض حقا. جيدونغ، أين كان سيفي؟ لقد مضى وقت طويل جدا لدرجة أنني لا أتذكر. ماذا؟ هل تقصد السيف الحقيقي؟ بالطبع السيف الحقيقي. هل تعتقد أنني في هذا العمر سأسأل عن سيف خشبي؟ حسنا، ألم تضعه يا سيدي تحت السرير؟ ماذا؟ السرير؟ لماذا أضعه هناك؟ استعدادا لأي قتلة محتملين. ماذا؟ لماذا يأتي قتلة إلي؟ ربما يأتون لطلب سداد المال الذي اقترضوه. ماذا؟ نعم كان ذلك. لقد نسيت للحظة أن دان بين كان سيء الحظ مثل دان سابين. وبعد إخراجه للسيف الحقيقي يبدو أنه سيف صديء جدا. إنه هنا حقا. بالطبع هو هنا حقا. أنت من وضعه هناك بنفسك أيها السيد الشاب. بالنظر إليك يبدو وكأنك لا تزال تبدي اعتراضات. ويضع السيف على عنقه. سيدي، لماذا تقرب سيف مني؟ أنت لا تنوي أن تقطعني بهذا، أليس كذلك؟ حسنا، إنها فكرة رائعة، ولكن أنا أقطعك بهذا السيف. هذا لا يبدو أنه يستطيع قطع توفو متعفن حتى. يا له من رفيق باس لينام بسلام بعد اخفاء مثل هذا الشيء تحت السرير. جيدونغ. ماذا يا سيدي؟ نعم، تفضل قل ما عندك. جيدونغ، هذا الشيء. نعم، بطريقة ما إجاباتك مهذبة، لكن جسدك لا يبدو كذلك. أحيانا جسدي لا يطيعني جيدا يا سيدي، فاعذر. شنو جسدك غير إنسان مثلا؟ هذا كله صدى. اذهب واشحذه لي. حسنا يا سيدي. هل تريد مني أن أشحذ السيف؟ نعم. هذه ليست مهمة صعبة، ولكن قبل أن يكمل كلامه يدفعه بقوة كبيرة. اجعله حادا بما يكفي ليقطع الشعر نفسه بمجرد سقوطه على النصل. نعم يا سيدي. ماذا قلت؟ ألم تفهم؟ لا، ليس هذا ليس سيفا، أقصد كنزا أسطوريا. فكيف له؟ في نفس اللحظة يبدو أنه يضربه بقوة في شيء ما كان على يده. لدي بعض الأعمال العاجلة، لذا افعلها فورا بأقصى قدر من قدرتك. نعم حسنا. وبعدها يغادر مسرعا من المكان. ذلك الرجل. إن نفذت خطتي، فمن يدري ما الذي قد يحدث في وكر القمار. على الرغم من أنني كنت أتعامل بشكل أساسي مع فرشاة بدلا من السيف في حياتي السابقة، أنا شخص أكتسب مؤهلات محارب حارس من الدرجة الثالثة بجهد دموي. على الرغم من أن هذا الجسد منتفخ وبطيء، بعد تكراره عدة مرات أشعر تدريجيا أنه أصبح مألوفا، وهكذا يستمر بالتدرب بجسده السمين هذا. هل هذا هو الشعور الذي ينتاب المرأة عند ترويض حصان جامح؟ يا حبيبي، أحب أقول لك أنت خنزير جامح مو حصان جامح، بس يلا أهم شيء تتدرب وترجع لنا هيك حلو معضل، وحتى نقدر نكمل بك الحكاية يعني، وإلا راح يسحبون عليك الشباب والبنات. وبعد مرور بعض الوقت يصل الخادم ومعه السيف الحاد. كيف هو يا سيدي؟ كما هو متوقع من سليل عائلة مرموقة، لا يبدو أنك تمتلك سيفا رثا. لقد شحذته أفضل مما ظننت. بالطبع أعرف حدادا في القرية يسمى حدادة تشيو، ومهاراتهم مذهلة تماما. في الأصل يتخصصون في الأدوات الزراعية، لكن القول أدوات زراعية. على أي حال أحسن، ضع هذا في غمدة، وضعه في مكان مرئي. سأزور جناح التنين السماوي. نعم؟ أين قلت؟ جناح التنين السماوي؟ نعم، سأستعير بعض الكتب. ما أيها السيد الشاب،
هل تشعر بوعكة في مكان ما؟ جسدي بخير. لماذا تسأل؟ حسنا، ما لم تكن قد جننت فجأة تريد كتبا؟ اي جيدونغ، أعطيني ذلك السيف مرة أخرى. لا يا سيدي. حسنا، يمكنك الذهاب، سأضعه بعناية في الغمد كما أمرت. نحن الخدم لا نستطيع حتى الاقتراب من جناح التنين السماوي، لذا للأسف لن نتمكن من مرافقتك. وداعا. ايه يا حبيبي، اهرب، انفد بجلدك. يا وجع الرأس كما قال شيكامورو من ناروتو. إذا هل أذهب لزيارة جناح التنين السماوي الآن؟ جناح التنين السماوي، المكان الذي كرست فيه معظم حياتي السابقة. يقع جناح التنين السماوي هذا في أبعد منطقة داخل أراضي عائلة دان، بخلاف المناطق الخارجية للعقار. لا تحتوي معظم المناطق الداخلية على أمن منفصل، لكن جناح التنين السماوي مختلف، لما أنه مكان يخزن فيه مواد تاريخية ثمينة، فإنه آمن محكمة. وفي المقدمة يقطع طريقه حارسا جيوم دو سيونغ. بما أننا عملنا معا في حياتي السابقة فهو وجه مألوف. أقدم احترامي للسيد الشاب الرابع، على الرغم من أنه يحييني بشكل لائق في تعابيرهم وهم ينظرون إلي. يوجد حيرة وازدراء. حسنا، الله يساعدكم يا شباب، كيف الحال؟ ايه العمل يا جدعان؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ تحرسوا المكان ولا ايه؟ اي عمل اتى بك الى هنا؟ هذه حقا نظرات تظهر تماما كيف يعامل دان بين هنا. انا هنا لابحث عن بعض الكتب. رئيس الجناح موجود. رئيس الجناح موجود، لكن اذا هذا جيد. من فضلك افتح الباب. حينها كنت امقته بشدة الرائحة الشهية المنبعثة من الكتب القديمة التي اختبرتها بعد وقت طويل. لقد مر وقت طويل. هذه الرائحة، القلب حق غامض ويسحب أنفاسه بقوة كبيرة مستنشقا رائحة الكتب. وإيه ده يا جدعان؟ هو أنا أول مرة بحياتي أقرأ كتاب ولا إيه؟ إيش قاعد يصير؟ وينك الكتاب يا ريحة؟ يقترب رجل منا. من هذا؟ أخي، كدت أن أصرخ بأخي. الحمد لله أنني قد عرفت نفسي. إنه دان بين، السيد الشاب الرابع. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ الزميل والأخ الذي كنت الأقرب إليه في حياتي السابقة، محارب حارس جناح التنين السماوي جانغ سيونغ سانغ. محارب حارس من الدرجة الأولى في جناح التنين السماوي. حارس جناح التنين السماوي جانغ سيونغ سانغ يقدم احترامه للسيد الشاب الرابع. لا، الآن ربما هو محارب حارس من الدرجة الثانية. إنه الحارس جانغ. أنت تعمل بجد. ما الغرض من زيارتك يا سيدي؟ الرئيس الجناح موجود. يستغرب من سؤالي هذا. إنه لا شيء مميز. لقد جئت لأبحث عن بعض الكتب المتنوعة فحسب. أدخل. رئيس الجناح، لقد وصل السيد الشاب الرابع. لقد قلت أدخل. أقدم احترامي لرئيس جناح التنين السماوي. نعم، دان بين قد أتى إلى هنا. سمعت قصتك أيضا، لكن دعنا لا نتحدث عن ذلك اليوم. هذا الشخص هو رئيس جناح التنين السماوي دان هيونغ ديوك. أنا راض بمجرد رؤية وجهك سالما. رئيس الجناح هو عم دان وولبين الأكبر حسب الترتيب العائلي، وكان شخصا يعتز بدان بين. أنا آسف لسبب قلقك. أي قلق؟ إنه حقا حظ سعيد، حظ سعيد جدا. لا تعرف كم لمت نفسي ظنا أن شيئا كهذا حدث لأنني فشلت في رعايتك بشكل صحيح. رئيس الجناح، بوجود مثل هذا الشخص هنا، كيف أصبحت بهذا السوء يا دان بين؟ أيها الغبي. يقول عن نفسه هذا. لا يا رئيس الجناح، كيف يمكنني أن أرد هذا الجميل؟ جميل؟ من لا شيء. ماذا؟ بالمناسبة يا دان بين، يبدو أن رب العائلة غاضب جدا. هذا كله خطأي. أنا خجول للغاية. سيكون من الصعب عليك استرداد ذلك بمفردك. تحدث رب العائلة بغضب، لذا لا تتعجل كثيرا وانتظر. ربما يبدو أنه جاد هذه المرة، حتى أنه حدد أسبوعين بالضبط كموعد نهائي. فماذا تنوي أن تفعل يا دان بين؟ لدي شيء في ذهني، ولكن سأحتاج على الأرجح إلى طلب مساعدة رئيس الجناح. مساعدتي؟ إذا كان شيئا ممكنا ضمن سلطتي فسأساعد بأي شيء. كيف لي أن أدخل في الموضوع؟ حسنا، هل لي أن أدخل في الأرشيف؟ الأرشيف؟ هذا صعب المنح.
كما تعلم جيدا يتطلب دخول الأرشيف إذن رب العائلة. بالطبع أنا أعلم هذا بالفعل بما أنني عملت وعشت هنا. على عكس إخوته الآخرين لم يحصل دان بين أبدا على إذن لدخول الأرشيف. كان السبب بالطبع سلوكه الفوضوي. إذا كان أرشيف الفنون القتالية فمن باب أولى ذلك المكان يتطلب أيضا موافقة كبير المدربين. وبعدها يعم السكوت القاع. يشير كبير المدربين إلى مدرب الفنون القتالية في قصر قاعدة دان ونائب قائد قاعة اليشم الأبيض سو هيون جوك. إنه أحد كبار الأساتذة في القصر ومعروف على نطاق واسع بمستواه الرفيع في الفنون القتالية. ما أحتاجه يا سيدي ليس كتبا متعلقة بالفنون القتالية. إذن عن ماذا تبحث يا دان بين؟ إنها مجرد كتب متنوعة. لدي شيء أحتاج للبحث فيه. أخبرني بالعنوان. وبعد لحظة من السكوت يجيب: سجلات الرحلات. ماذا قلت؟ هذا ممنوع بتاتا. رئيس الجناح أنا أحتاج ذلك الكتاب. ألم أقل لك بالفعل؟ ممنوع منعا باتا. يرتسم الحزن على وجه بطلنا دان بين رئيس الجناح، وهكذا يقف في حيرة بالطريقة التي سيأخذ منه الكتاب. في حالة غضبه هذا يبدو أنه لن يعطيه الكتاب أبدا، أو هذا هو المرجح حاليا. يتبع. ترى ماذا سيفعل بطلنا دان بين الصاقل السمين ليتخلص من هذه الشكوك التي عليه؟ وكيف سيثبت نفسه بأنه صاقل عظيم في هذا المكان؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في الحلقات القادمة من حكاية دان بين الصاقل الكسول. فإن أردت مني أن نستمر اكتب ذلك في التعليقات ولنوصل هذا المقطع إلى 2000 لايك. ولا تنسوا الاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين ومشاركة الحكاية دعما لي. ولدعمي أكثر يمكنكم الاشتراك في الممبرز أو سوبر ثانكس أو باتريون. شكرا من القلب لكل الداعمين، وحتى أراكم في حلقات أخرى. شكرا للمشاهدة. دمتم في أمان الله. فلنصلي على المصطفى ولا ننسى الصلوات المفروضة. انتبهوا لأنفسكم. مع مودتي. سلام.